الطعم صايع، ولكن عايز اعرف ان كل ده ب 500 جنيه ازاي؟ شايفين كل اللي موجود دوت ب 8 كيلو كفته واحد من اللي بنشتريهم يا جماعه. كل اللي انتوا شايفينه ده جالنا مسج بتقول ايه؟ على فكره احنا كيلو الكفته عندنا ب 350 جنيه وكواليتي محترمه وميزان مظبوط وبنراهن اننا نكسب في اي مقارنه. انا يا عم مش هعمل لك مقارنه، انا طلبت لك المنيو كله. وريني شطارتك بقى، هل انت في الكفته بس ولا في الباقي وانت اللي وقعت في شر اعمالك؟ والعرض اللي جنني وهو كاتب لي بيغيظني يعني، بص يقول لي ايه؟ البروجر اللي عمال يجيب كيلو الكفته ب 1500 و2000 جنيه، انتوا بتهزروا يا جدعان بجد. احنا عندنا كيلو الكفته وفرخه ب 500 جنيه. ليه؟ ليه انت عامل كده ازاي؟ طب عايز اقول لك ان لو طلعت وحشه هيبقى حوار. انت جبت الكلام لنفسك، انت ليه تذكرني؟ يعني ليه تقول انت مالك يا عم بجيبه بكام؟ ما تخليك في حالك، هو انا جيت جنبك وتبعت لي مسجات وتنزل عني بوست؟ طب قابل، تعالوا نشوف. اوبا اهلا الحق اهلا وسهلا. الحق هنا. هنوزن يا باشا ما تخافش، شغالين احنا ما بنكلش. يلا بينا. ده كيلو كفته؟ كيلو كفته يا باشا متوصي، وحاطط لي رز من تحت كتير عشان يقول لك ايه؟ ان منظرها يعني مغري. ما هي مغري ماشي، بس ايه اهم حاجه بالنسبه لنا؟ الميزان يا معلم عوف. وكيلو الكفته يا معلم عوف، يا اللي قلت لنا الكيلو طلع 780 جرام، مش على حسب البوست اللي انت كاتبه. اتمنى ان الطعم يطلع حلو عشان هنبقى كده في زعلة كبيره. منظر الكفته عند عوف واضح فيها الحاجات اللي داخله في التتبيل، ولكن منظرها عرقان. منظرها بص يا خرابي على المنظر. بسم الله يا ابن اللعيبه يا صايع. ايه ده؟ الكفته دي انا كنت باكلها في مكان مشهور قوي في عين شمس، كان نفس الطعم ده، وكان بيبقى طوابير وبتاع واحده ست. اللي عارفه يكتب في الكومنتات. مع الطحينه يا معلم عوف. الطعم صايع، ولكن عايز اعرف ان كل ده ب 500 جنيه ازاي ها؟ ماشي. ارجع كفتتك زي ما كانت. طحينه بقى من اللي هي بتاعت الناس الروشه بقى في المناطق الشعبيه، والكفته نفس الكواليتي اللي كلته في عين شمس، مش هكدب عليكم، اللي كان بيبقى زحمه موت. تعالوا نوزن الفرخه اللي هو جايبها. جايب فرخه شيش، سواها عجبني، يعني اللون بتاعها في اللذيذ منه. بس انت ازاي عامل كل دوت يا مطعم عوف ب 500 جنيه؟ دي 600، يعني حوالي كيلو ونص لحم في الموضوع ده. يعني اللحمه دلوقتي لو احنا قلنا ان هي ب 400، فعوف عامل اقل من الطبيعي. منظر الشوي تقارن بمطعم كبير. ماشي يا عم، انت كده زي الفل في الفراخ. فراخ مش محروقه وعليها مسحه من بره كده، زي حاجه تتبيله من بره مديها سنه طعامه كده. الله تحفه. ولحد دلوقتي بقول لكم برضك ان العرض ده ب 500 جنيه مجنني، وهل هيستمر ولا لا؟ امسكوا فيه لو طلع ان هو بيقول اي كلام، وخش على العرض اللي بعده الاسخن منه. والعرض الثاني ب 500 جنيه في كذا ربع، ممبار وفراخ وتقريبا كفته وحاجات كده. ايه صينيه ب 500 جنيه دي فيها سمبوسه، فيها سجق، كفته. ايه في ايه ده كفته دي ولا طرب؟ طرب. صابع طرب، منديله رقيق خالص على الهادي جدا. دوقنا طعم السلطات اللي جايه مع الصينيه دي. الطرب خفيف منه خالص، قريب قوي لطعم الكفته. تعال نشوف الرز، احنا ما شفناهوش. ومنظر الممبار عندهم غامق شويتين. طعمه اخباره ايه؟ بص طعمه حلو وكل حاجه، بس الحرقان ده مش عاجبني ان هو يبقى محروق بالمنظر ده. ليه عميل ده تظبطه بعد اذنك يا عوف عشان تخش معانا المقارنات. هنشوف السجق وهو حاطط لنا التتبيله بتاعته تقريبا فوق منه. تقريبا دي ورقه سجق محطوطه على الصينيه. ده جريل مش مشوي، الراجل ده اكله صايع. السجق الحرش الصايع. تعالوا نشوف الفراخ الشيش. وعجبني عنده حاجه الراجل ده، ان الفراخ بتاعته نضيفه. الصينيه عرضها حلو وميه السلطه حلوه. خش على بعض. ووجبه ميكس فلاحي اسمها يا جماعه وجبه فلاحي عنده. الوجبه دي عباره عن ربع فرخه ورز وملوخيه، سعرها 110 يا جماعه.
ريحة السمنة واضحة، ورشش من فوق فلفل اسود وملح، وفعلا دي متحمرة، يعني دي تحميرة سمنة. رز بشعرية، تعالى يا عم ورينا بالرز بشعرية عشان اخوك هاني فود بيحب الرز اللي بشعرية. ملوخية عوف لونها تقريبا مليانة شوربة، ولا دي الكاميرا ولا دي الإضاءة اللي ضاربة فيها؟ هاتها هنا على الرز ونشوف. يا عوف الملوخية حلوة ولكن خفيفة قوي. حلوة دي بقى طالعة شكلها 10 من 10 يا عوف. يا نهار أبيض، طعم السمنة نضيف، وبتفكرني الواحد كان بيروح عند سته كده زمان تطلع شوية ملوخية والفرخة المحمرة في السمنة والرز ومتعة. هات حتة بتنجان يا عم عوف، اديله. يلا بينا نشوف اخبار عوف في الحمام ايه. حمام فريك وحمام رز، والواحده ب 165 جنيه، ايهما تختار انت حر. منظرهم حلو، بس ازاي لونهم الاتنين غير بعض كده ليه؟ يعلمهم يطيرهم. ومنظر حمامية ايه ده؟ ايه الحجم ده يا عوف؟ لحمتها حلوه ونضيفه ومش مجمده. دي طازه، دي بتاعت عارف الحمام المتربى عند دي؟ ايوه عارف. السطح عند ست وستة. بشوف هو ده. دوم رز. لكن دوم رز بس. لا سيب الرز ده ليا. خش على بعضه. خش على بعضه. اخر حاجه من عند عوف، جبنا 3 ورقات لحمه ب 180، كبده 170، سجق 160، وده طاجن السعاده تقريبا ب 200 وسمنه بس. ده ب 200 وحاجه، 250 جنيه يا جماعه. وفي خيرات، في حاجات ومحتاجات. الممبار ما عجبنيش هناك. ايه ده؟ دي ايه؟ لحمه ما بينها حاجات. ايه ده؟ هات لي رز بالشعريه مع الطاجن ده. ايه ده؟ مشروم ده ولا ايه؟ كبده وقوانص ولا ايه؟ قوانص. دي كلاوي يا عم، قال لك لو هاوي اديها كلاوي. الطاجن ده عايز رز يا جدعان. ايه ده؟ ايه الضلوع دي؟ ضلوع مين؟ ضلوع مين يا عوب؟ الطاجن ده عايز شويه رز. دي ايه؟ مخاصي؟ هي انا عارفها. بس جوه دقناه. نشوف اللحمه. انا ملاحظ ان هو عوف بيتوصى بالفلفل الاسود في الاكل. دي 8 من 10، ده 9 من 10. وريني الكبده يا عم عوف. اللي ما بتحبش الفلفل الاسود اهرب من عند عوف. بتحب الاكل المتبل وفيه بهارات زياده، هو عوف. المكان بقى في حدائق القبه يا جماعه. انت لو عايز تنزل حدائق القبه تاكل اكله شعبيه رايقه، انا انصحكم بعوف. كقيمه مقابل سعر، قيمته مقابل سعر لا 10 من 10. تديك قيمه مقابل سعر حلو جدا، مفيش كلام. والعرض ب 500 جنيه. تحياتي ليك انك عامل عرض بالجمال دوت. في ناس كتير قوي تاخد العرض ده وتتبسط منه، كاصلا اسره مع بعض ياكلوا كيلو كفته وفرخه وسلطات وعيش ورز ودنيا جميله. كان معكم هاني فود. اي حد عايز يكتر معايا هيكون دي نتيجته عوف. انا الصراحه يعني مرضي، وانا بالنسبه لي انت كويس وفي مستوى كويس، ولكن بعد اذنك قلل الفلفل الاسود وهات كواليتي عيش احسن، لان انا ما رضيتش اكل عيش في كل المقارنات. العيش كان بردك يعني مركون بقاله 5-6 ساعات عندك. اقفل الفيديو. كان معك هاني فود.